السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برشلونة بطل السوبر الأسباني. برشلونة تكتفي بخمس أهداف فقط وتفوز على ريال مدريد بخمس أهداف مقابل هدفين في نهائي السوبر الأسباني. نتيجة تاريخية لبرشلونة والهانز فليك على حساب ريال مدريد وأنشيلوتي. أسوأ مباراة الريال مدريد، حرفيا اليمين يامال ورافينيا كلوا عيش على دفاع ريال مدريد. امبابي يسجل الهدف الأول من انفراد، ينطلق ويسجل. وقلنا في بداية المباراة ريال مدريد هيكتسح برشلونة، خصوصا ان الهدف كان في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة. امبابي الوحيد اللي كان فايق من لاعيبة ريال مدريد، رغم ان امبابي كان مصاب وتحمل على نفسه وكمل المباراة. ولكن في وجود اليمين يامال ميسي برشلونة القادم يقلب الطاولة على ريال مدريد ويسجل هدف في غاية الجمال بكل هدوء وفينش في غاية الروعة. بيفكرنا بأهداف ميسي لتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 22. بصراحة اليمين يامال موهبة جديدة قادمة بقوة للمستقبل. ريال مدريد دفاعه كان تايه بكل أمانة، برشلونة قدر يفوز بسهولة على ريال مدريد في غياب الحاضر فينيسيوس. النهارده فينيسيوس ولا بلينجهام ما عملوش اي شيء في المباراه، وفي الدقيقه 36 حكم المباراه بيحتسب ضربه جزاء لبرشلونه ويسجلها ليفاندوسكي لتصبح النتيجه 2-1 لبرشلونه. كورتوا راح مع الكوره، بس الكوره كانت قويه لتصبح الهدف الثاني، وكامافينجا بيلعب كاراتيه على لاعب برشلونه ليحتسبها الحكم ضربه جزاء. المفروض انشيلوتي في مباراه نهائيه زي دي يبدا بمودريتش، خاصه ان اداء وسط الملعب لريال مدريد كان مخزي. شيء عجيب من المدرب انشيلوتي. رافينيا حرفيا لاعب ملهوش حل، واليمين يامال بتلاقيه في المباريات الكبيره. رافينيا سجل هدف في غايه الجمال والروعه من اسيست كوندي، سجلها برأسية بكل قوة تدخل المرمى، ولا أجدع مهاجم بنش في غاية الجمال لتكون النتيجة 3-1 لبرشلونة. شوط أول فضيحة لريال مدريد بكل أمانة، ليفاندوسكي بيضيع الهدف الرابع بغرابة شديدة لبرشلونة. البارسا كان متحكم في المباراة في غياب ريال مدريد. كامافينجا ولاعيبة ريال مدريد غير قادرين على إيقاف اليمين يامال. كورتوا يتصدى لفرصة رابعة، يأتي ليخاندرو في الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول ويسجل الهدف الرابع. رافينيا بيلم الدفاع بكل سهولة ويبصيها لخاندرو ويسجل الهدف بخطأ من كامافينجا من البداية. برشلونة يخرج من الشوط الأول بنتيجة 4-1، نتيجة قاسية، وصعوبة العودة لريال مدريد في الشوط الثاني. وفي بداية الشوط الثاني هجمة لرودريجو بيشوتها بكل غل عشان يقرب النتيجة لريال مدريد، ولكن العرضة كانت لها بالمرصاد. بس بصراحة شوطة جامدة جدا. بيأتي نجم المباراة رافينيا ويسجل الهدف الخامس لبرشلونة، بيقتل المباراة ويصعبها على ريال مدريد. من وسط الملعب رافينيا ينطلق ويعدي ويتلاعب بالدفاع ويسدد ويسجل الهدف الخامس. اللي بيحصل في ريال مدريد على أرض الملعب فضيحة بكل المقاييس. ممكن أنشيلوتي غادر الريال بسبب هذه النتيجة. عيل عنده 17 سنة نازل ترقيصه مرمطة في لعيبة ريال مدريد. اليمين يامال نجم رغم صغر سنه، ويأتي انفراد بالمرمى لمبابي ويسقط من إعاقة حارس مرمى برشلونة، وتشينز ينطرد ليصبح برشلونة ب10 لعيبة. وكمان للأسف يخرج اليمين يامال وجافي. بعد خروج اليمين يامال بصراحة راحت المتعة، وفي الدقيقة 60 يسجل رودريجو هدف من ضربة حرة مباشرة، هدف حكاية في غاية الروعة والجمال. ويسجل رودريجو الهدف الثاني وتصبح النتيجة 5-2 لبرشلونة. وأخيرا أنشيلوتي يفوق ونزل مودريتش، بس للأسف بعد فوات الأوان في الدقيقة 65. بلينجهام حرفيا ما كانش حد شايفه في المباراة، وفينيسيوس نفس الشيء. رافينيا واليمين يامال هم نجوم المباراة بكل تأكيد. الشوط الثاني كان متواضع عن الشوط الأول اللي شفنا فيه أهداف كتير لبرشلونة. كل الاحترام للمدرب هانز فليك اللي قدر يحسم المباراة لصالحه رغم أنه كان متأخر بهدف، ويتغلب على أنشيلوتي اللي كان عليه علامة استفهام كبيرة. امبابي ورودريجو كان هم الأفضل في ريال مدريد. مباراة للنسيان لريال مدريد، ومبروك لبرشلونة اللي حسم المباراة لصالحه وأصبح بطل السوبر الأسباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.